تسويق العمولة الأفiliate والدروب شيبينج، وإزاي بنقدر نجيب المنتج، والمنتج ده إحنا بنجيبه منين وبنشحنه إزاي، أو بنستلم فلوسه إزاي، والعميل بيشوف الكلام ده إزاي، وبنستلم عمولتنا إزاي. كل الكلام ده إحنا عملناه المرة اللي فاتت كويس، وأعتقد الصورة بقت واضحة أكتر. إن إحنا في السيشن ده بإذن الله نبدأ نعمل الستور بتاعنا، تمام، ونضيف عليه منتجات ونهيئه إن هو يبقى متاح للعملاء إن شاء الله. أنا بس عايز أظبط حاجة في المايك. تمام، الصوت كويس ولا في زنة؟ تمام. تمام كده، أعتقد الصوت أفضل يعني. طيب، أنا المرة اللي فاتت كنت قايل الناس تعمل صفحة فيسبوك، وعلى الأقل تعمل لها لوجو يبقى كويس يعني نبدأ بيه. في حد عمل كده ولا كلكم طنشتوا؟ في حد أستاذ محمد تقريبا عايز يتكلم. اتفضل يا أستاذ محمد. انا كريت بيج هندسه وبعتها ونزلت فيها كام منتج كده وبعتها في الفورم اللي هي على التليجرام. طيب، وشفت تمام. كام حاجه كده على تصميم المواقع، يعني قصدي ان احنا نعمل ويب سايت وبتاع، بس ايه قلت استنى ما استعجلش يعني. بس قلت اخد فكره يعني عشان لما اجي اطبق ان شاء الله برضه ابقى ابقى فاهم الدنيا. تمام، زي الفل. انا هبقى اشوف الفورمه دي، تمام، بحيث اعرف الصفحات اللي تمت او الصفحات اللي ما تمتش، بس عشان برضو يبقى الناس كلها ماشيه معانا، ما يبقاش حد يقع في النص، عشان المفروض الشرح بتاع النهارده هيبقى عملي، بس يعني عملي بحت. والطبيعي يبقى خلاص الناس فهمت الحاجات اللي قبل كده ايه مشاكلها وايه الحاجات اللي تقدر تواجهها. طيب، احنا دلوقتي خلاص عرفنا ان احنا علشان نعمل الاعلان محتاجين منصة سوشيال ميديا. سوشيال ميديا زي فيسبوك، تيك توك، انستجرام، سناب شات، اي منصة بتاعت سوشيال ميديا دي بنقدر نعمل عليها اعلانات. جميل. طيب، الاعلان ده احنا بنعلن عن منتج، فبنقول للعميل، بنظهر للعميل يا جماعة احنا بنبيع المنتج الفلاني. عندك طريقين، هم اكتر من طريقين، بس انا الاساس ان هو هيبقى طريقين. اول طريق ان انت تعمله رسائل. العميل هيشوف المنتج، هيضغط عليه، هيتبعت لك رسالة، هيحصل بينك وبينه دردشة، تمام، هيحصل بينك وبينه شات. والله انت تقنعه ان هو يشتري، تمام، خلاص هيشتري، هيبعت لك بياناته. كده انت العملية تمت، وبتروح تحط البيانات دي في سيستم الافيليت علشان يبعتوا له المنتج. الطريقة التانية اللي احنا هنتعلمها في الكورس ده هي الكونفرجن. الكونفرجن ان انت العميل مش بيكلمك في الشات، لا، العميل لما بيشوف الاعلان يضغط عليه، الاعلان اوتوماتيك بيحوله للموقع بتاعك، للويب سايت والمتجر بتاعك. تمام. دي افضل في ايه؟
الافضل ان انت بتبني الموضوع مره واحده بس، ما بيبقاش في جهد عليك ان انت تقدر ان انت تقعد كل شويه تقعد تكلم في عميل وتكلم في عميل. خصوصا لو انت ميزانياتك كبيره، هتلاقي ان كميه رسائل كبيره جدا، وهتلاقي مثلا من كل رسائل، مثلا من كل 100 رساله، لو مثلا عملت 20 مبيعه ولا 10 مبيعات ولا 30 مبيعه على حسب، فبيبقى في حرق كتير قوي في الوقت. الكونفرجن ده على طول خلاص العميل هيقتنع. انت هتقدر تجذب العميل باللاندنج بيج بتاعتك او بالبيانات بتاعتك اللي موجوده في الموقع بتاعك. خلاص العميل اوريدي هيشتري، هيتحسب لك مبيع من غير اي تدخل منك. هنعرف ده ازاي؟ هنبتدي النهارده نشرح موقع اسمه ايزي اوردر. ايزي اوردر ده زي يو كان بالظبط. انا كنت شارح يو كان، هتلاقوها على الشانل بتاعتي على اليوتيوب. هو تقريبا، بس ده مصري، في شاب مصري مجتهد كده ما شاء الله عليه عمل المنصة دي. دي بتتيح لك ان انت تبني عليها متجر. تمام. عشان برضو الامور تبقى واضحة، خلوني اعمل سكرين شير لايزي اوردر، وابعت لكم اللينك برضو علشان تمشوا معايا الخطوات واحدة يعني اول باول. وبرضه لو في حد حابب يسأل أي حاجة يا ريت يوقفني علشان ما نسبقهوش. لو في حد حابب يسأل أي سؤال يا شباب يعمل رايز هاند. معلش كنت عايزة أسأل عشان ما حضرتش السيشن الأول، يعني في مش عارفة أربط ما بين الكلام ده والتطبيق أطبق إزاي. مش عارفة تفرقي بين إيه وإيه؟ حضرتك بتقول العميل هيدوس على اللينك كده ويدخل على المنتج مباشرة وأرد عليه، فأنا مش عارفة إزاي أعمل كده. لا، ده اللي هو إعلان عادي خالص، اللي هو رسايل زي ما حضرتك على بتقلبي الممول. مثلا على الفيسبوك. اه، الممول بتلاقي فيه منتج، لو دوست عليه بيطلعك على الرسائل بتاعت الصفحة، وبتلاقي حد شخص بيكلمك. ده اللي تمام، هو يعني ده الإعلان أعمله الرسائل إزاي؟ العادي. بتقولي إيه؟ اتفضلي. ده أعمله إزاي؟ ده هنعرفه بعدين بعد ما نعمل المتجر بتاعنا. مم. تمام، هنعرفه واحنا بنعمل بقى على الفيسبوك وعلى تيك توك ازاي نعمل اعلان من بداية خالص. بس تمام. احنا طب دلوقتي بنبني المتجر وبنبني الموقع علشان نعمل النوع التاني اللي هو بتاع الكونفرجن، اللي هو التحويلات. لما الاعلان يظهر على الفيسبوك مثلا والعميل يضغط عليه، يحوله على الموقع بتاعنا، ما يحولوش على رسائل. دي احنا بنحددها من جوه الفيسبوك. تمام، يعني حضرتك تعرفنا المرة الجاية بقى العملي بقى بتاعها، صح؟ اه، بس المرة دي احنا هنبني المتجر بتاعنا. انا بعت لكم اللينك بتاع ايزي اوردر. تمام، هعمل دلوقتي سكرين شير. تمام، ظاهر كده الشير سكرين. حضرتك بعتها على التليجرام ولا على واتس؟ بعتها على التليجرام، عايزينها على الواتساب. تمام. تمام، ثانية واحدة.
تمام، هي كده دلوقتي على الواتساب وعلى التليجرام مع بعض. اللينك ده تمام، اول ما تفتحوه المفروض هيطلع لكم الصفحه، بس ثواني اعمل لوج اوت لان انا سجلت قبل كده. تمام، دي الصفحه المفروض هتظهر لكم، بيعرفك الموقع عامل ازاي والكلام ده كله. هنعمل تسجيل حساب جديد. تمام. هنا يا جماعه لو السكرين شير وقفت او مش شغاله يا ريت حد يعرفني. تمام يا باشمهندس. تمام. هنا هنحط اسم المتجر بتاعنا، اسم الموقع بتاعنا هيبقى عامل ازاي. انا اخترت 45 ستورز. تمام، عشان انا اصلا عندي المتجر بتاعي اسمه كده، بيبقى كده نفس الاسم ده دوت ايزي شرطة اوردرز دوت نت. تمام. تاني خطوة دي مهمة جدا، بيقول لك العملة بتاعتك هتبقى ايه. تمام، احنا دلوقتي هنشتغل في مصر هيبقى جنيه مصري. تمام، لو احنا هنشتغل في السعودية هيبقى الريال السعودي. ليه؟ علشان ما ينفعش تشتغل مصر والسعودية في نفس المتجر. تمام، يعني انت هتحط هنا مثلا ريال سعودي لو انت هتشتغل سعودية، هتحط جنيه مصري لو هتشتغل ايه مصر. هنعملها كلنا جنيه مصري تمام، علشان الشرح هيبقى على المنصات المصرية. تمام. بيقول لك هنا اسمك، هتدخل عادي اسمك. تمام، رقم التليفون بتاعك. تمام، رقم السري، هتدخل الرقم السري. تعمل إنشاء حساب. طيب أنا عشان سجلت قبل كده فأنا بس هدخل بريد إلكتروني تاني. تمام، هو بيطلب مني إن أنا أسيف البيانات. ادخل على الجديد، انا بس بعمل واحد جديد كده علشان ايه، اعرفكم ازاي تسجلوا وازاي تفعلوا. طيب، اول ما بتدخل بيظهر لك العلامه دي، يقول لك متجرك غير فعال، بيطلب منك تشحن. ايه بقى الشحن ده؟ هو ما بياخدش منك فلوس، هو هنا بيطلب منك تشحن علشان يبقى الرصيد، ليك رصيد في الموقع، بحيث هو اللي بيستفاد ازاي او هو بيحسبها ازاي. نفترض انت جبت 100 اوردر، عندك الاوردر الواحد بيتخصم منك نص جنيه. تمام، هي دي الخدمة اللي هو بيقدمها لك. انت مع كل اوردر بيجي لك، او كل اوردر بيجي للموقع بتاعك بيتخصم منك نص جنيه، فانت بتشحن الموقع بتاعك ب 100 جنيه. تمام، ال 100 جنيه دي مش بتتاخد، مش رسوم، هي بتفضل في الموقع في رصيدك، بحيث ان انت كل اوردر يجي لك يتخصم نص جنيه. جالك 100 اوردر هيتخصم 50 جنيه، جالك 200 اوردر ال 100 جنيه اللي انت شحنتها خلصت، تشحن غيرها، وهكذا. طبعا انا شايف على المميزات اللي موجوده في الموقع، نص جنيه ده مش مبلغ بصراحه. يا رب بس بعد كده ما يزيدش يعني. تمام، فهتيجي عند شحن المحفظه ده، دوس عليها. هو بيقول لك اهو رصيدك الحالي احنا صفر لسه ما اتشحنش. تمام، عندك طريقتين ان انت تشحن بيهم. اول حاجه فودافون كاش، وده بياخد 14% ضريبه، يعني 100 جنيه انت هتدفع 114. بيقول لك هنا ان انت عادي هتحول على الرقم ده، كانك بتحول فودافون كاش لاي حد. تبعت على الرقم ده، وبعد كده هيقول لك تاخد سكرين شوت وتكلم الدعم بتاع الموقع من هنا، من الشات ده.
دوس على الشات هتلاقي صفحة جديدة طلعت لك، تبعت لهم سكرين شوت للدفع بتاعك. تمام، وهم هيفعلوا لك الموقع. دي بتقعد شوية، بتقعد وقت عقبال ما تتأكتف. الطريقة الأفضل والأسهل، أنت لو معاك فيزا تدخل هنا تشحن، تختار الباقة مثلا اللي هي ب100 جنيه، مش هنحتاج أكتر من كده. جماعة برضو بأكد تاني، لو حد عنده سؤال علشان ما يتوهش يسأل وأنا شغال، مفيش أي مشكلة. تمام، هتطلع لك الصفحة الجميلة دي، هتدخل هنا بريدك، الإيميل بتاعك، بيانات الفيزا. تمام، تقوم بعد كده دايس بيه عادي، دفع عادي جدا كأنك بتدفع في أي مكان. بعد ما بتدفع هيجيلك الكود عادي على تليفونك، هتقوم ضايفه خلاص كده. هتلاقي الموقع بتاعك اتفعل، وهتيجي تدخل عادي على الموقع بتاعك بعد كده هيجيلك بالمنظر ده. دخل بقى احنا اللي انا فعلته من شوية خلاص. بعد ما اتفعل انا عايز اشوف دلوقتي المحفظة بتاعتي. لا مش دي. تمام كده خلاص، الموقع اشتغل معايا. ده الداشبورد بتاعك، دي زي الكنترول بانل بتاعتك اللي انت بتشوف الدنيا عاملة ازاي. عايز تشوف متجرك، عايز تشوف شكله عامل ازاي، مثلا هتدخل على علامة العين دي، هو ده متجرك، اللينك بتاعك اهو، وده المتجر بتاعك. انا برضو شلت شوية حاجات تمام علشان نقدر نضيف ونعدل ونعمل كل حاجة. انت هتلاقي فيه هنا اقسام كتير، هتدخل على الاقسام. خلينا ناخدها واحدة واحدة الاول. دي لوحة الاحصائيات. تمام، ممكن تحمل التطبيق بتاعه من الابليكيشن عادي، جوجل بلاي، اب ستور. في عنده هنا شوية شروحات بيشرح لك الدنيا ماشية ازاي، عدد الطلبات اللي انت جبتها، اجمالي المبيعات بتاعت اخر اسبوع، اجمالي المبيعات بتاعت الشهر، مش عارف الطلبات اخر الشهر، احصائيات بتاعتك والزيارات والكلام ده كله. تمام، في بقى هنا عامل حاجة حلوة جدا برضو، ان انت تقدر تستورد المنتجات من السيستمز بتاعت الافiliate. هو عاملين ربط بينهم وبين اكتر من سيستم، هندخل برضو على الموضوع ده دلوقتي. تاني حاجة هنا المنتجات. لو دخلت على المنتجات هتلاقي المنتجات بتاعتك، هتلاقي في منتجات كتير. انت امسح المنتجات كلها عشان نبدأ من اول وجديد. يعني نفترض ان احنا دلوقتي اهو كده مسحنا حذف، خلاص ما عنديش منتجات. الاقسام نفس الكلام. تمام، التقييمات دي انت تقدر تحط تقييمات فيك مش حقيقية، تسمي اسم العميل احمد، عايز التقييم يظهر في انهي منتج، عايز كام نجم، وهكذا. طيب احنا دلوقتي لو جينا عملنا ريفريش المفروض المنتجات دي هتختفي. مظبوط، المنتجات اختفت. طيب كده احنا بالبلدي اجرنا المحل، بس المحل على الطوب الابيض ما فيهوش اي فرش. احنا محتاجين بقى خلاص كل واحد بذوقه وكل واحد بمزاجه عايز يبني المحل بتاعه ويخلي شكله الحتة اللي فوق دي سودة، يخلي ال البانرات اللي بتظهر دي يغيرها، يغير اللوجو، يضيف أقسام، يحط منتجات، يعمل اللي هو عايزه. دي بترجع من شخص لشخص. طيب برضو احنا ماشي ظبطنا وحطينا الأرفف وعملنا كل الكلام الجميل، هنجيب المنتجات ازاي؟ خليني اقول لك نجيب المنتجات ازاي. لو نزلنا تحت هنا كده بيقول لك ربط بمنصات اخرى.
ماشي. المنصات الاخرى دي بقى عباره عن ايه؟ عندك تاجر، ده سيستم. عندك انجزني سيستم تاني. كومبو سيستم. مسوق سيستم. جوجل شيت ده علشان تحط فيه الاوردرات، حاجه هو اكسل مش هنحتاجها قوي يعني غير لما الاوردرات بتاعتنا تبقى زياده كتير. مش عارف منصه ايه مثلا جامايكا اهو. هندوس على جامايكا كده مثلا، عايزين نربط جامايكا. خليني بس الاول افتح لك جامايكا، اوريك سيستم جامايكا ده عامل ازاي. جميل. سجل. طيب، انضم كمسوق تاجر دي. لو انت بقى اللي معاك المنتجات وعايز تحط المنتجات في السيستم ده، والمسوقين اللي هم زينا دلوقتي كده يسوقوا. طبعا مش دلوقتي، لما ربنا يكرمك بقى يبقى معاك راس مال. انضم كمسوق. احنا دلوقتي هندخل كايه مسوقين. لو انت مش مسجل هتسجل عادي جدا، ايميلك واسمك وباسورد بتاعك. دي اعتقد ان هي مش محتاجة شرح. انا كنت مسجل قبل كده. تمام. لو انت مش مسجل هتدوس على انشئ حساب. خلاص احنا سجلنا الدخول. ندخل على المنتجات. كده انت رحت للمورد اللي عنده المنتجات. الصفحة دي او المواقع دي مش بتظهر للناس اللي عايزة تشتري. ليه؟ لان هو هنا بيقول لك مثلا ان المنتج ده سجادة حمام مثلا سعرها 135. ربحك من ال 135 دولت 40 جنيه. فطبيعي مش هيقول كده للعملاء. فانت دلوقتي داخل عند المورد، والمورد ده المنتجات بتاعته كلها جملة. بيقول لك يا عم بص، اللي هو ب 135 ده لو انت بعته ب 135 هتاخد 40 جنيه عمولة. تمام. اه طيب انا بقى عايز مثلا نيتش مثلا الكترونيات، سماعات بقى مش عارف الكلام ده كله. ندخل عند القسم مثلا دي الكترونيات وموبايلات. اه مثلا السماعة دي مثلا ب 600 جنيه اللي هي 70، مش عارف دي ب 850. طيب انا دلوقتي مثلا عجبني السماعة دي. هل بقى هقعد احمل الصور واخد المواصفات واعمل مش عارف ايه؟ دي الطريقة المانيوال لو السيستم بتاع الافلييت مش متاح ان هو موجود مع ايزي اوردر هنا، مش موجود هنا. اه بتاخد منتج منتج تضيفه. تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نسحب بقى منتجات معينة من هنا لهنا اوتوماتيك. هم عاملين هنا زي ميرج. تدخل على المنصة اللي انت عايز تربط المنتجات بتاعتها، تيجي هنا عند تفعيل الربط. هيقول لك ادخل قصدي مفتاح الاي بي اي. ده بنجيبه منين؟ من تحت هنا كده الربط مع ايزي اوردر اهو. ندوس عليه. بيقول لك بقى تعمل ايه ومش عارف ايه وبتاع. هتدوس هنا عندك هيبقى مكتوب جنريت او انشاء الرمز. بعد كده تاخده نسخ كده كوبي وتضيفه هنا بيست حفظ. تمام. كده احنا ربطنا المنتجين ببعض. ربطنا منتج بسيستم افريت. الاختيار ده اللي هو استخدام الشحن الخاص بمنصة جامايكا، لو احنا لاغين التفاعل زي ما هو كاتب لي كده، هيبقى سعر الشحن هو السعر بتاع المتجر بتاعك. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي اصلا كاتب ان الشحن مجانا، فمنتج شبه المنتج ده لو هو ب 350 جنيه، انت بتضيف عليه تقريبا الشحن 35 جنيه. فانت هتضيف 350 زائد 35 يعني 385 عشان تاخد الربح بتاعك اللي هو 30 جنيه. تمام. فانت لو عملت لو سايب دي كده
يبقى هو ايه هياخد الشحن اللي هو الافتراضي بتاع جامايكا ده اللي هو 35 جنيه. تمام كده احنا اسف لو احنا لاغينه يبقى كده الشحن مجانا، اللي هو زي ما انت عامله مجانا، عامل الشحن ب50 عامله ب30 هعرفك ازاي. لكن لو فعلته بالطريقه دي كده تمام هيبقى بال35 جنيه اللي هي بتاعت جامايكا. جميل الكلام. انا هقفلها عشان احنا بنخلي الشحن مجانا. بعدين بتدوس بدء استيراد المنتجات. طيب انا رصيدي اهو يا جماعه عشان هنا بيعمل استيراد المنتجات ب10 قروش. اعتقد المنتج ب10 قروش او حاجه، يعني برضو هو بياخد مثلا 10 قروش على كل استيراد المنتج. يعني لو هتستورد 100 منتج اضرب بقى 100 منتج في 10 قروش. مش عارف بقى 10 جنيه ولا 100 جنيه. المهم هيفتح لي المنتجات اللي موجودة في جامايكا ده كلها هنا. موضة، ده بيبقى ملابس. ده عرض 3 هيكول مش عارف ايه وبتاع. تمام في حاجات كتير هنا. في باكج رجالي ده كويس، ده محفظة وساعة، أعتقد ده هيبقى كويس. نعمل استيراد. تم استيراد المنتج خلاص كده نزل عندنا. خلينا مثلا ناخد منتج أو منتجين كمان. الترنج ده يا جماعة أنا كنت شغال عليه زمان كان كويس جدا. وفي ده برضو ده 150 جنيه، أعتقد برضو سعر كويس على الترنجات. بس تقريبا احنا داخلين على الشتاء فممكن الصيفي ده ما يشتغلش أوي. تمام شنط، عبايات، مش عارف ايه الكلام ده كله. كان في برضو سويتشيرتات كانت بتبقى شغالة كويس جدا. جميل خلاص نفترض ان احنا هناخد المنتجين دول، وخلينا ناخد مثلا منتج او اتنين من الالكترونيات. ده راديو مصحف ده كان شغال كويس. جوي روم ده اعتقد كويس 350 جنيه. باور بانك، سماعة 350 برو. هي الاسعار غليت تقريبا. انا بقالي كتير شغال على السعودية فمش مش عارف الاسعار عاملة ازاي. طيب خلينا ناخد الرينج لايت ده برضو. تعمل تحميل من هنا. خلاص احنا كده خدنا منتجين. تعال نبص بقى هنا. لو عملنا ريفرش المنتجات ما ظهرتش مع اننا عملنا استيراد. طيب ايه السبب؟ هنيجي هنا ندخل على المنتجات. المنتجات موجودة. لو عملنا هنا edit هو بقى بياخد الاسم وبياخد كل حاجة. شباب ما تلعبش بقى في الحاجات دي. ممكن تلعب في الاسم بس ما تلعبش في الاس كيو ده علشان ده هو رمز المخزن. المهم هو ما ظهرش ليه؟ علشان احنا مش ضايفينه في قسم. احنا من شوية مسحنا الأقسام كلها. طيب يبقى احنا كده محتاجين نعمل أقسام. تدخل على الأقسام وتعمل إنشاء. طيب دلوقتي احنا استوردنا منتجات ملابس أو موضة. ممكن نسميها موضة عادي أو ملابس رجالي. ملابس رجالي. تمام. هنا ممكن تحط اللينك وممكن ما تحطش اللينك. ظهور القسم في الهيدر ده لو يعني بص احنا مثلا عملنا سيف. طيب احنا عايزين نعمل رابط. ناخد اللينك عادي زي ما هو كده. تمام ونعمل مثلا فاشن.
تمام، ندوس سيف. طيب هو بيقول لي هنا رابط المنتج غير صحيح، برجاء كتابة أحرف إنجليزية فقط وعلامة مثل أبل ووتش. طيب اه، سايب دي كده، زو في قسم الهيدر. طيب نعمل ريفريش. احنا الرابط هو يعني هو احنا هنحط بس الاسم وهو هيضيفه للرابط اوتوماتيك. يعني احنا عملنا حفظ هنا كده، هو عايز صورة بس للقسم، نختار مثلا أي صورة. طيب خلينا نشتغل بروفيشنال أكتر، ومثلا إيه، فاشن. نختار صور. تمام، عايزينها رجال. ماشي، نختار الصورة دي، نعمل لها سيف. تمام، كده الصورة اترفعت. ايه المفروض بقى نعمل حفظ ايه يتم كده، احنا عملنا قسم. المفروض لما نعمل هنا ريفريش ظهر لي قسم اسمه ملابس رجالي. تمام، اللينك بقى هو فاشن واحد دي، هو بيضيفها اوتوماتيك. طيب هنيجي ندخل بقى على المنتج علشان نضيفه جوه القسم علشان يظهر. يعني احنا عايزين الملابس الرجالي ده وده. تمام، هنضيفه هنا كده جوه القسم، هتلاقي قسم الملابس الرجالي اللي احنا عملناه ظهر. تمام، حفظ. لو جينا عملنا ريفريش اهو ضاف لوحده. تعال نطلع بره بقى خالص، الملابس الرجالي ندخل جواها، هنلاقي المنتج اللي احنا ضفناه بيقول لي 150 جنيه، متضاف فيه لارج اكس لارج 2 اكس لارج مش عارف ايه. طبعا انت لو كنت بتستورد المنتج بقى نفسه اوتوماتيك مانيوال كنت هتضيف بقى المقاسات والالوان والكلام ده كله. هو كويس في حتة ان انت تستورد الحاجة على طول. جميل، طيب كده احنا ضفنا المنتج ده. خلينا نضيف بس ايه باقي المنتجات، نحطها في نفس القسم ده عشان نشرح ازاي نخلي الصفحة الرئيسية شكلها عامل ازاي. تمام، ماشي. لو دخلنا على الملابس الرجالي هنا هنلاقي التلات منتجات اللي احنا ضفناهم. طيب احنا عايزين برضو يبقى بره الشكل مش كده، عايزين المنتجات تبقى ظاهرة برضو بره. نعمل حاجة حلوة جدا، احنا لو دخلنا هنا على الأقسام هل تظهر في الهيدر. ماشي، لو عملنا ظهور في قسم الهيدر وعملنا حفظ
ريفرش هنا كده. تمام، بقت ظاهرة فوق. شايف فوق هنا كده، موجودة هنا. ممكن تعمل كده وممكن ما تعملش. انا ما بحبش ان انا اخليها ظاهرة فوق كده. تمام، وده القسم الرئيسي. خلاص، هتدخل بقى على الاعدادات. جميل، اعدادات المتجر. طبعا هنا اللغة وهنا الاسم. الدومين ده لو انت عايز تشيل ايزي اوردر دوت نت دي، بتشترك في جو دادي او اي موقع استضافات وبتشتري الدومين بتاعك. زي يعني انا مثلا عايزه يعني زي كده مثلا، زي ده كده. ده دومين انا مشتريه وعامله على استضافة بس بتاعت وورد بريس. تمام، قبل ما اتحمل. طيب، انت هنا بقى عندك المحتوى بتاع الجزء العلوي. ماشي، اهي الصفحة دي، ده دومين انا شاريه. تمام، فبيبقى دوت كوم من غير اي اضافات. المهم، تيست دي اللي هي الكلمة اللي ظاهرة فوق. انت ممكن مثلا في اي وقت، مثلا عروض الصيف، عروض برضه، عروض الصيف مثلا، خصم 30%، وعملت حفظ. جيت هنا عملت ريفريش، بقت ظاهرة كده. دي بسم الله الرحمن الرحيم من الموقع. جميل، ده برضو بيخلي الشخص يدخل يشوف في ايه موجود. لون الموقع ده بقى ذوقك انت. عملته بقى احمر، جينا عملنا مثلا حفظ نشوف اللون عامل ازاي. اهو، بقت الشريطة لونها احمر. عايزها لونها اخضر براحتك. جميل. اللوجو، هنيجي نعمل هنا مثلا ابلود. هضيف اللوجو بتاعي اهو. تمام، والايقونة المصغرة اللي هي بتبقى ظاهرة هنا دي، شايفها؟ يعني شايف جامايكا في هنا لوجو، جوجل في هنا جي مش عارف. دي كده اللي هي اللوجو المصغر، برضو بيبقى نفسه. جميل. سعر الشحن بقى، انت هنا عامله زيرو، يعني خلاص ببلاش، الشحن مجانا. يعني هنيجي دلوقتي مثلا ندخل عند الملابس الرجالي، نعمل اوردر على ده مثلا. خلاص، انا ده جاي عايز اشوف مثلا ده ب180. تمام، يعني لينا، عايز اعرف احنا لينا قد ايه. خد كده عشان ما نلفش كتير. لا، سيرش. ما كانتش رجالي. هنا ربحي زيرو. يعني هو ال180 دي هو سايب لي ان انا احط الربح بتاعي. نفترض مثلا ان انا عايز اكسب مثلا 50 جنيه في المنتج ده. هاجي عند المنتج. تمام، المنتج اهو، اختار المنتج اللي انا عايزه، اعمل تعديل. سعر المنتج هو بيقول لي 180. طيب، انا عايز احط 50، يعني مثلا هبيعه ب230 جنيه، واعمل حفظ. سعره هيبقى 230 جنيه. اعمل هنا حفظ تاني. طيب،
احنا لازم نعدل على سعر المنتج من جوه المتجر نفسه. طيب انت عندك هنا بتدخل على منتج متعدد الخواص، علشان ده يعني ده مش منتج واحد. بمعنى ايه؟ ده في منه الوان ومقاسات، ماشي، هو مقاس واحد. فانت مثلا الهافان بسعر والاسود بسعر، فبتدخل على منتج متعدد الخواص من هنا، هو كاتب المقاس، نوع الخيار مش عارف شكله زر، او لو قائمة مستديرة اللي هو تدوس عليها يظهر لك الاختيارات، خليها ازرار افضل. المهم نيجي عند السعر هنا، نكتب 230، واللون التاني 230، اللون الاسود 230. تمام، حفظ، نعمل ريفرش بقى 230. طيب عايز اشتري، بيقول لي لا استنى نمسح بس عشان انا كنت حاطط حاجة في السلة، عايزين نلغي السلة. تمام، ولا ده مش هو؟ نطلع بره تاني. هو احنا اصلا ما ضفناش اللوجو وما عملناش سيف. تمام، اختار دي السلة. وهنا قاري حاجة احنا ضايفينها في السلة بس ما شلناهاش. طيب خلينا نعمل اتمام الطلب، نحط اي رقم تليفون، اسكندرية، واتمام الطلب. طيب كويس، خلينا برضو ايه نشوف ايه اللي هيتم. لو جينا عند الطلبات هيظهر لك ان في طلب جديد، اسم العميل، رقم تليفونه، المبلغ. تمام، خلينا بس نمسح ده دلوقتي وندخل هنا نعمل اوردر على اللي احنا عملناه. جميل، هو هنا كاتب شحن مجاني، فهيظهر لشركة الشحن او هيظهر لجامايكا ان السعر 230. طيب احنا عايزين 230، في كده جامايكا هيخصم مننا 35 الشحن. فانت بتضيف الشحن بتاعك وتكتب يعني مثلا 230 دولت هيبقى شامل الشحن. بمعنى ايه؟ خلينا نوضح. انا عندي المنتج اهو، باختصار كده هنيجي هنا عند متعدد الخواص ونكتب 265 سيف. خلينا هنا برضه نفس الكلام عشان متغيرش. تمام، عملنا ريفرش، يعني نمسح ده، نعمل هنا شراء بقى 265. تمام، الشحن احنا قلنا الشحن مجانا،
خلاص، فانت كده كده هتحاسب على 35 علشان يتخصموا بعد كده، يبقى ربحك انت ال50 اللي احنا حطيناهم في الاول. جميل. طيب خلينا نتنقل لنقطة تانية. هنا بس نحط الأول الصورة، اللوجو بتاع الموقع، عشان برضو أنا مش عايز أتوهك. الإعدادات بتاعة المتجر. تمام. سعر الشحن أهو، لو أنت مش عايزه مجانا تقدر تضيفه. الفونت ما أعتقدش إن أنت هتحتاج تغيره. لو حبيت تغير العملة بتاعة الموقع بتاعك هتغيرها من هنا عادي. هنعمل حفظ، شوف في حاجة اتغيرت ولا لأ. تمام، اللوجو اتغير اهو هنا، واللوجو اتغير هنا. تمام. طيب في نقطة تانية. خلينا ننزل عند الإعدادات تحت. تدخل على تعديل الصفحة الرئيسية. دي بقى مهمة جدا. شايف اللي هو البنرات دي، احنا ممكن نغير البنرات دي بحيث نخليها المنتجات بتاعتنا. يعني احنا لو دوسنا على دي كده، طيب ده منتج انا كنت حاطه، دوسنا على البانر ده هيقولك الصفحة غير موجودة. فاحنا نقدر ان احنا نضيف منتج، وممكن نغير كمان البانر. يعني مثلا يجينا عند جوجل، نكتب مثلا واتش بانر. حلو جدا. مثلا نختار صورة كويسة، دي مثلا فيها شبه شوية من المنتج بتاعنا. نعمل لها سيف. جميل. ندخل هنا نغير الصورة مثلا نحطها. حلو. خلاص البانر ده هيبقى بيقول لك نوع الواجهة بتاعته ايه، عايزه يطلعك على منتج، ولا يطلعك على قسم، ولا يطلعك على ايه. نختار منتج. جميل. انا عايزه يطلعها لي على الصورة بتاعت المنتج بتاع باكج رجالي. يعني ايه، ننزل نعمل حفظ، نعمل ريفريش اهو كده الصورة دي نزلت. طبعا ده تيست، انا همسحها دلوقتي واضيف حاجة تانية. تمام. عايزين ندوس عليها ونشوف هيطلعنا على ايه. دوست عليها طلعني على طول على المنتج بتاع الساعة بكل سهولة. جميل. وتحت بيطلع لك المنتجات المشابهة. ممكن برضو تغير باقي البنرات بنفس الطريقة. ده البانر التالت، ده البانر التاني. نقدر نعمل اللي احنا عايزينه. ممكن برضو تغير تعديل الأقسام بتاعت المتجر نفسها، يعني تبدل عادي. جميل. نطلع فوق تاني هنا. خلاص ده البانر الأول، وده البانر التاني، وده البانر التالت. ده كده أنا طلعت الأقسام بتاعت المتجر الأول، بعد كده البنرات. يعني برضو تعالى نشوف لو عملنا حفظ المفروض ورجعنا بره يجيب لي الأقسام أهو. القسم بقى الأول، بعد كده بقى البنر. بس ما أعتقدش إن كده أشيك، قبل كده كانت أشيك. أنت بقى تقدر تعدل اللي أنت عايزه، وشوف أنت وذوقك والعميل بتاعك، أنت شايف هو هيقدر يشتري إزاي. ماشي.
تعديل أقسام المتجر، تعديل قائمة منتجات دي. بيقول لك هنا نعمل بس ريفريش. أنا ما عملتش حفظ، لازم كل خطوة تعملها تدوس حفظ عشان تشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. دي الأكثر مبيعا، ودي أحدث المنتجات اللي هي هنا. دي الأكثر مبيعا، عايزينها ملابس رجالي. أحدث المنتجات عايزينها لو احنا عاملين قسم كمان هندوس عليه، وهكذا. تمام. تقدر كمان تضيف حاجة جديدة. طيب كده احنا عرفنا ازاي نغير شكل الهيدر من فوق. تقدر تشيل سياسة الاستبدال والاسترجاع وسياسة الشحن دي وتحط مكانها حاجات براحتك. ممكن نعمل كده. وتقدر تحط هنا بنرات ينقلك على المنتجات بتاعتك. هنا نقدر نحط أقسام كتير براحتنا، كل قسم هتدخل عليه يطلع لك المنتجات بتاعته. جميل. ممكن ندخل على إعدادات المتجر من هنا، احنا خلاص دي عملناها. تمام. نطلع تاني على المنتجات، نضيف بس المنتجين التانيين. نعمل بس القسم بتاع إلكترونيات، هنعمل إنشاء، نكتب مثلا إلكترونيات. تمام. ممكن بقى هنا نسميها إلكترونيك. أوكي. ده ظهور القسم في الهيدر لو احنا عايزينه يظهر هنا. الأولوية في الظهور دي لو انت عندك أقسام كتير تقدر تخلي قسم يظهر قبل قسم. يعني لو أنا عايز ده يظهر قبل التاني هدوس رقم 2 مثلا. هو بيقول لك هنا اهو كل ما الرقم بيزيد كل ما الأولوية بتاعته بتزيد. تمام. نعمل حفظ. لازم صورة. ندخل هنا برضو نكتب إلكترونيك. أعتقد دي هتبقى صورة، دي برضو ساعات كويسة، أو خليها ايربودز. طيب نختار صورة نضيفة كده. ماشي. ممكن ناخد دي كده أو نخليها. ماشي، خلينا زي ما احنا. نحط هنا الصورة دي سيف، وبعدين نرفع الصورة بتاعتنا. خلاص بقى عندك قسم كمان اسمه إلكترونيات، وندوس حفظ. بعدين نيجي ندخل المنتجات جوه القسم ده. رينج لايت. نحط القسم إلكترونيات، حفظ. نيجي تاني عند المنتجات، ناخد المنتج بتاع الباور بانك نحطه في القسم بتاع الإلكترونيات، حفظ. طيب أنا كده كل ده كنت بشرح إزاي تنسق المتجر بتاعك، إزاي تضيف المنتجات بتاعتك. تقدر تعمل كده مع أكتر من موقع، مش لازم جامايكا. تقدر تاخد منتج من بره وتضيفه بيدوي مانوال عادي. تمام. عايزين بقى خلاص احنا نفترض ان احنا خلاص ظبطنا المتجر بتاعنا، شطبنا المحل بتاعنا، جبنا منتجاتنا عرضناها، الدنيا زي الفل. طيب انا دلوقتي عميل، وانت حضرتك قلت لي مثلا والله انا عندي منتج الرينج لايت ده، ودخلت لقيت في وشي المنظر ده.
صورة طبعا جودة ضعيفة. انت ممكن بقى تزود صور من هنا. نيجي عند المنتج ده، الرينج لايت. فين الرينج لايت؟ اهو. هنعمل تعديل، شغلنا كله يبان. عايز مثلا هنا اسم المنتج تكتب هو رينج لايت مثلا. جميل، بالانجليزي. خلاص خلاص تمام. هنا ممكن تضيفه في اكتر من قسم على فكرة. السعر زي ما قلنا، في هنا تريكاية. والله بص، المنتج ده كان ب 450 ودلوقتي احنا بنبيعه ب 200. بص بقى كده الحركة دي. نيجي نعمل ريفرش. السعر قبل الخصم كان 450 يا جماعة، ودلوقتي في 200. ب 200. خلاص. يبقى الحركة دي بتتعمل علشان الخصم. والله ده كان السعر قد كده، السعر بعد الخصم قد كده. تمام جميل. طيب انا مش عاجبني الشكل هنا كده. دي اسمها اللاند بيج. ها، عشان هنجيلها تاني. اللاند بيج اللي هي صفحة الهبوط، اللي هو اول ما العميل يدخل هيلاقي ده في وشه. 3 ثواني هيفكر يشتري او مش هيشتري. فانت بتعمل كل جهدك علشان تخلي العميل يشتري. صور المنتج اهي. تقدر تضيف صور زي ما انت عايز. تقدر تغير الصورة دي. ممكن نعمل هنا كده رينج لايت. رينج لايت باك جراوند مثلا. لا، احنا عايزين رينج لايت بشخص او تصميم. تمام. ممكن مثلا نحط الصورة دي. لا بلاش دي. يعني ممكن نعمل رينج لايت ونكتب جنبها موديل. ايوه. هات مثلا الموديل دي. نعمل سيف. تقدر بقى تنزل انت صور بمزاجك بدماغك علشان تجذب العميل. دي برضو الصورة مبكسلة شوية. لا مش مبكسلة، كانت بتحمل. طيب احنا كده خلاص حملنا الصور. انا عايز اغير الصورة دي بالصورة دي، وعايز احط الصورة دي كمان في ضمن الصور. دي صورة المنتج الرئيسية، ودي الصور اللي بتبقى جوه. عملنا حفظ. نعمل ريفريش. حلو قوي كده، الموضوع بقى افضل شوية. صورة اهي، وصورة تانية كويسة. وانت ودماغك. طيب العميل دلوقتي عايز حاجة تجذب عينيه. هنيجي عند اسمها ايه، بيانات المنتج. ده وصف المنتج، ده اللي بيظهر هنا اهو. انت يا باشا معاك وورد. هتيجي هنا تعمل دي بولد. تغير اللون بتاعها مثلا احمر. نكبر الفونت ده شوية. خليه هيدنج كده ظاهر جدا. نمسح دي دلوقتي. تقدر بقى انت تضيف بيانات زي ما انت عايز. عندي هنا نخلي دي كده كبيرة شوية ونخلي بولد. تمام. نعمل كده select all. ثانية واحدة معلش. كنترول زد بس كده. تقدر تضيف هنا صورة، تقدر تضيف فيديو، تقدر تضيف جي اي اف. انا هقول لك على تريكاية بس معرفش هي هتنفع ولا لا. انت ممكن تيجي هنا كده تقوم عامل دوت جي اي اف.
ثانية واحدة عشان دوت جي اي اف. تمام. مثلا نشوف دي. المفروض ان دي جي اي اف، صورة متحركة، تبقى خفيفة على الموقع وخفيفة على الكاستمر او على العميل اللي داخلك، وفي نفس الوقت تبقى صورة متحركة بتعرض المنتج. تمام. فبس هي دي نعمل كده. ايوه ده جامد. بس يا رب يكون شغال والفكرة تنفع. بس تحفة. نشيل ده دلوقتي. طيب انا عايز بقى اخد ده كده كوبي. طيب داونلود جي اي اف اهو. نعمل هنا اضافة، وهنجرب عشان مش عارف هينفع ولا لا. يا مسهل. تمام، نعمل ريفريش. عندي هنا كده الدنيا اهي اتظبطت، والشكل والكلام، بس الصورة ما نفعتش. طيب نجرب لينك، نخليها فيديو كده، وناخد ال اللينك بتاع ده، كوبي لينك، نحطه هنا، سيف، refused. اوكي. هو غالبا مش هينفع عشان بيبقى عليه حقوق وعليه حماية. خلينا بس نجرب آخر حاجة كده، فيديو. طيب مش مشكلة، خلاص خلينا نبقى نرجع زي ما احنا. تمام. وانا لو لقيت لها حل هعرفكم. جميل كده، احنا اخدنا البيانات الأساسية واخدنا صور المنتج. هرجع لللاند بيج دي دلوقتي، متقلقش. منتج متعدد الخواص دي لو في مقاسات الوان، كل الكلام ده كله، لارج ميديوم مش عارف ايه، يبقى المنتج واحد بس جواه اكتر من منتج، يعني اكتر من نوع. تمام. يا جماعه انتوا مركزين ولا ايه؟ انا حاسس ان انا طولت جدا في الشرح، وخايف لا تكونوا حد مش فاهم او في حاجه واقعه، او كل ده حتى السكرين شير مش شغاله. يا ريت بس حد يعرفني. لا، السكرين شير شغال حضرتك. شغال. السكرين شغالة، لو في حد مش فاهم أو في حد وقع منه نقطة يا شباب يعمل رايز هاند لو سمحت. تمام، يا ريت لو في شباب اي حاجه سامعيني؟ واقعه من اي حد يعرفني. طب اللي فاهم يعمل رايز هاند. طب كويس، الناس اللي فاهم موجوده يعمل اهي. رايز هاند، نتأكد بس إن هم صحيين. اه انا حاسس ان نملوا مني ولا حاجه. لا طب بالعكس حلو والله، جدا. السيشن شيقة جدا يعني، بجد شكرا.
ربنا يخليكي بجد، ربنا يخليكي، شكرا. طيب دي كده المنتج المتعدد الخواص. انت غالبا مش هتستخدمها لو هتستورد منتجات على طول من المنصات اللي موجودة. تمام. الاعدادات المتقدمة دي بقى حاجة مهمة جدا، ركز بقى معايا في الحتة دي. نلغي بس الصفحات دي عشان ما تتشتتش اهو. هنا بيقول لك ايه؟ تخطي السلة. يعني ايه تخطي السلة؟ يعني احنا دلوقتي المنتج هنا اهو، بس نعمل ريفريش هنا. انا اهو خلاص عميل، تمام. اه تمام والله حلو المنتج جميل عايز اشتري. اجي اضغط هنا للشراء، بص بينقلني في صفحة تانية اسمها تشيك اوت. طيب احنا لو عملنا الخيار ده وعملنا سيف، بص ايه اللي هيحصل. الغي بس دي. انا اهو عند المنتج، هدوس اضغط هنا للشراء، بص مفيش اصلا، السلة اتلغت. تمام، السلة اتلغت. يعني لو جينا رجعنا عملنا كده تاني، هتلاقي السلة جت. هو بيحصره في حتة ايه؟ شراء. تمام. طيب الخيار اللي بعد كده بيقول لي تفعيل الزر الثابت اسفل الصفحة للشراء. يعني لو فعلناه ده بقى مهم جدا. هنيجي نعمل ريفريش، بص كده العميل بيقرا رينج لايت، السعر، الصورة، عايز ينزل عند الصور، جميل جميل حلو. بص كده، اضغط هنا للشراء اللي فوق دي، اتلغت. مش اتلغت يعني مثلا. الخيار ده بقى بيخلينا نثبت اضغط هنا الشراء دي في كل مكان، طول ما هو طالع نازل كده. بص هتلاقي الزر موجود تحت، اللي هو بص انا معاك في كل حتة. فده مهم جدا ان انت لازم تفعله. جميل. تاني خيار ده برضو مهم جدا جدا جدا، وبيفرق جدا في الاوردرات، اللي هو شراء المنتج من نفس الصفحة. نعمل حفظ ريفريش. تمام، هو دلوقتي عايز يشتري، بص انا هو ده شراء، وانا واقف في الصفحة انا بسهل له كل حاجة. انت وانت واقف في الصفحة هتكتب لي اسمك واسمك والمحافظة والرقم وخلاص، وهو انت اشتريت يا معلم. لكن التانية كان بيدخلنا على صفحة تانية، ممكن حد يخلق. تمام. تفعيل المراجعات، عرض عدد الزوار الوهمي. نعمل حفظ ريفريش. بيقول لي يشاهد هذا المنتج الآن 42 عميل، 37 عميل. طبعا فيك، بس بيدي انطباع للعميل ان هو مش انا لوحدي اللي في الصفحة دي. تقييمات، التقييمات اهي هنا شغالة. شارك تقييمك، انا عايز اعمل تقييم. طيب في هنا عداد وهمي، العداد ده برضو بيدي جاذبية للعميل ان المنتج ده كويس ولازم اشتريه. احنا عاملين خصم، بقول له بص الخصم ده فاضل له دقيقة، فاضل له ساعة قصدي. تمام، برضو ده طبعا ده فيك. انت بقى تحط ساعة، تحط 4 ساعات، 14 ساعة. والله المنتج ده خلاص فاضل له يوم. لو عملنا ريفريش خلاص هو المنتج دلوقتي قدامه. أول حاجة بيقول له إن المنتج ده كان ب 450 وإحنا خليناه خصم بقى ب 200، والعرض ده متاح لحد يوم كذا، وفي 20 عميل قاعدين بيتفرجوا دلوقتي، وفي تقييمات تحت. هوريك ازاي تضيف التقييمات. فكل ده بيخلي العميل لا الموضوع كويس، الموضوع يشد. تمام. هنا ده تفعيل الشحن المجاني، دي خلاص احنا عملناها، ممكن تعملها من هنا او تعملها من هنا. انت بقى بتضيفها هنا، هيقول لك هنا ايه، بس اعتقد ان هو هيبروز.
هو هنا مبروزها له اللي هو الشحن مجاني. انا نسيت حاجة برضو، ان انت هنا تكتب الشحن مجاني، دي بتفرق جدا. الرينج لايت ممكن تزود هنا في الادريس، في العنوان بتاع المنتج، ان المنتج ده يا جماعة بكذا والشحن قد كده مجاني ولجميع المحافظات والكلام ده كله. حلو، جميل. احنا عايزين نضيف التقييمات، ادي تقييمات اهي. انا ده مثلا احمد علي ده اداني تقييم 5 والله، شكرا جدا. المنتج زي المعروض بالظبط. طيب ربنا يسامحنا على اللي احنا بنعمله ده، بس هو ده اللي بيحصل في كل المواقع. عملنا ريفريش، انا دخلت. نسيت بس اضيف المنتج ده يتحط فين. فين احمد علي، فين احمد علي؟ ثانية واحدة. طيب ما عشان ما اقعدش ادور عليه، انت اول حاجة بتختار المنتج. انا عايز التقييم ده يظهر في المنتج بتاع الرينج رايت. تمام، احمد علي برضو نسميه بقى بالعربي. نكتب هنا والله برضو المنتج ممتاز، ومثلا ايه، مم، اي حاجة بقى يعني، جودة عالية. نعمل حفظ، تم التحديث اهو. ندخل هنا نعمل ريفريش. فانت بقى دلوقتي هيظهر لي ان في واحد اسمه احمد علي اهو، اعطيني 5 نجوم وكاتب المنتج ممتاز وجودة عالية. جميل، يعني انا خلاص الدنيا معايا تمام بقى، معايا منتج ومعايا صفحة نظيفة ومعايا كل حاجة جميلة. طيب كل اللي احنا عملناه ده بقى، في حاجة تانية اسمها لاندنج بيج او صفحة الهبوط، تبقى حاجة بروفيشنال بقى اكتر من الكلام ده كله. خليني اوريك امثلة. هو هنا في الصفحة حاطين امثلة، بيقول لك عمل لاند بيج اهي، بس ده باشتراك، ان انت تعملها يعني تستورد حاجات جاهزة باشتراك او انت تعملها مجاني. خليني اوريك الاول كده اشكال عاملة ازاي. نفترض مثلا ان انا عايز اشوف دي ايه اللاند بيج. ايه العميل اول ما يدخل هيشوف الكلام ده قدامه. بص بقى المنظر عامل ازاي، سماعة ديجيتال مش عارف ايه، حاجة شبه البروشور. ودي صورة، ودي كلام، ودي الأسئلة مصممة هندسيا عشان تريح مش عارف ودانك ومش عارف ايه. تمام، جميل الكلام ده زي الفل. ننزل تاني، كلام كتير عن المنتج، كلام جميل، صور جميلة، كأنك بتفتح مجلة بالظبط. مراجعات، والله ده بقد كده وقد كده والدنيا دي. عايز تطلب هتدخل بياناتك. تمام، اختار وسيلة الدفع. انت ممكن تدفع عند الاستلام، انت ممكن تحول اورنج كاش، فودافون كاش، اي حاجة، كريدت كارد، باي بال تقريبا ده ولا باي لينك. تضغط هنا للشراء، خلاص الاوردر اتعمل. نعمل حاجة شبه دي ازاي؟ بتعمل هنا اضافة جزء، دي ممكن نشرحها المرة الجاية بسرعة. هي الفكرة كلها ان انت بترسم، انت اللي بتبني المجال. تختار مثلا اهو، بيقول لك عايزين نحط هنا صورة، ناخد صورة مثلا، الصورة الجميلة دي تقريبا دي كانت بايظة، مش هي. عايز حاجة جودتها أقل من 5 ميجا. نحط الصورة دي، جميل. لون الخلفية خليها أسود، بيبقى الموضوع شياكة أكتر.
ماشي اسود اهو. حجم الصورة صغر كبر نعمل اللي احنا عايزينه. الصورة دائرية دي زي ما انت شايف بتخلي الصورة عاملة كده. نخليها زي عرض الشاشة بتاعت التليفون. اه تمام الدنيا جميل. ممكن نكتب حاجة هنا فوق. انت بقى انت ودماغك انت براحتك، انت كأنك بتبني البروشور بتاعك او المجلة بتاعتك او المحل بتاعك بالشكل اللي انت شايفه صح. يعني انا ممكن يكون ذوقي مثلا لا انا عايز صورة صغيرة، حد تاني ذوقه لا صورة كبيرة، انت وبراحتك. النص الرئيسي هنا مثلا هكتب مثلا رينج لايت مستورد مثلا لون خط نخليه كده نحطها في النص. تمام. لو هنسيبها كده تمام، عايزين نضيف جزء كمان بحيث ان هو صورة بعد كده هنا شوية بيانات يقول لك الدفع عند الاستلام، شحن مجانا. ممكن نقوم جايبين صورة مثلا تانية اللي احنا جبناها من شوية دي واكتب هنا جنبها شحن مجانا لجميع المحافظات. تمام. ندوس حفظ ونشوف هيظهر ايه اللي هيتم. ادي رينج لايت. انا ناخد اللينك بتاعها نعمل تفعيل، دي اهم حاجة. بعد كده حفظ. لو عملنا تفعيل خلاص الصفحة دي شكلها هيتغير للي احنا عملناه. اول ما بيدخل بيظهر له كده ينزل اللي احنا كتبناه. طبعا انا ما عدلتش على دي شحن مجانا لجميع المحافظات. اه لا والله انا ممكن اخلي الشكل لون اسود افضل، وممكن دي نطلعها فوق عشان انا شايف ان هنا الموضوع مش شكله مش لطيف. حجم الصورة دي نصغرها شوية. خلي دي اللون بتاعها اسود الخلفية، ونخلي الكلام ابيض. تمام. بس تقدر طبعا تضيف حاجة تاني، هتبقى مثلا اللي هي الصفحة بتاعة الدفع. نحط تقييمات، صح نسينا نحط تقييمات. ده فاطمة السيد دي حاجات جاهزة مش مشكلة نسيبها كويس. برضو ممكن نخلي الألوان أسود يبقى الموضوع فيه شياكة كده أفضل. لو بوظنا الدنيا. طيب نخلي ده كده أسود.
ونخلي دي ابيض، نخلي الكتابة كلها ابيض، ونخلي الباك جراوند اسود. خلاص، عايزين تضيف تقييم جديد ضيف، مش عايز خلاص. عايزين بقى الصفحة بتاعت الدفع دي بطارية هدوم، تمام. هو خلاص الدفع ده احنا بنبقى مثبتينه من عندنا. خلاص انا كده سيفت، عملت ريفرش، ادي الصورة بتظهر من هنا. رينج لايت مستورد، شحن مجانا لجميع المحافظات. تقييمات، احنا نغير اللي احنا عايزينه. خلاص احنا دلوقتي عايزين عايزين بقى نشتري. عندي في الاسم ورقم الهاتف والمحافظة مش عارف ايه، وهنشتري. وادي التقييم كمان اللي احنا كنا ضايفينه. احنا عشان حاطين الشحن بس، دفع عند الاستلام قصدي، من غير بقى ما نحط الحاجات التانية. طيب احنا خلصنا ده. اعتقد كده القسم بتاع منتجات ما فيهوش حاجة ما عملناهاش. المنتج ده هو خلاص اوتوماتيك بجامايكا. لو انت جايب من تاجر هيبقى مربوط بتاجر، حاجات كلها اوتوماتيك بتبقى معمولة. جميل، خلاص دي المنتجات بالاقسام دي احنا عملناها. ادوات التسويق بقى، اعدادات البيكسل دي احنا هنعملها المرة الجاية مع فيسبوك، ونجرب ازاي نعمل اعلان. فانت التاسك بتاعك المرة الجاية ان انت لازم تبني المتجر بتاعك، تضيف عليه منتجاتك، تمام، وخلاص يبقى المتجر بتاعك جاهز للشغل. علشان هنضيف البيكسل. البيكسل ده باختصار زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ده تتبع العملاء بتوعك اللي دخلوا المتجر بتاعك. جميل. طيب احنا وقفنا فين؟ في حاجة برضو اسمها كروس سيلينج، بس دي بفلوس. ده انت بتقدر، لو انت عندك 3 منتجات مثلا، العميل ياخد ال3 منتجات دولت ياخد عليهم خصم، بس دي بفلوس. ما اعتقدش انت هتحتاجها كتير. تمام. في حاجات تانية برضو كتير هشرحها عشان الوقت. إعادة الاستهداف ده بيبقى إن أنت تقدر تعمل نوتيفيكيشن يظهر للعميل أو يجي للعميل بأي حاجة جديدة أنت نزلتها. جميل. طيب ده الرصيد بتاعك. أنا هتسحب مني تقريبا 2 جنيه عشان، أو جنيه وشوية عشان الاستيراد اللي أنا استوردته. تمام، دي المعاملات خلاص. الإشعارات لسه مفيش أي حاجة حصلت. دي إضافات بيبقى برضو دي اللي أنا قلت لك عليها. استيراد لاندنج بيج جاهزة ب200 جنيه في الشهر. تقدر تعمل عروض على أكتر من منتج ب100 جنيه في الشهر. تشيل الباورد باي دي اللي تحت. فين هي؟ ده الديمو اهو. تشيل دي ايزي اوردر، ما لهاش لازمة تقريبا. 50 جنيه في الشهر. فيك بلوكر، لو حد مؤذي وبيطلب اوردرات وهمية عشان يخسرك، دي تقدر تفعله ويخليه يعمله بلوك. الكروس سيلينج لسه قايلها من شوية. بوابات الدفع، دفع عند الاستلام طبعا بنفعلها. تمام. ممكن نعمل برضو، ممكن نفعل كله، مفيش مشكلة. يعني لو حد هيدفع لك عن طريق فودافون كاش، هيدفع عن طريق مش عارف كريدت كارد، الكلام ده كله فعل. تمام، انت فعل كله. هو غالبا هيبقى الموضوع كله هيبقى دفع عند الاستلام يعني. انت بقى بيقول لك ضيف البيانات بتاعتك. حوزة ندفع باستخدام حوزة إلكترونية فودافون كاش. طيب بترفع صورة وتحط البيانات بتاعتك. يعني أعتقد مش هتبقى محتاج مثلا حاجة شبه كده. لو عايز تفعل مثلا نفعل فودافون كاش بس مثلا دلوقتي، نعمل كده. دفع عن طريق محافظ إلكترونية، دفع زي محافظ إلكترونية. دي انتجريشن اي دي لازم بتربط الرقم بتاع تقريبا بتاع الفودافون كاش، بس أنا ما جربتهاش قبل كده بصراحة.
فمش عارف ده ممكن يتربط ازاي. في معركة التكامل انت لازم يبقى عندك بوابة دفع برضو، فما اعتقدش هينفع. لازم تحط اللينك ده في البوابة بتاعة الدفع الترانزاكشن، فما اعتقدش هينفع. خلاص خلينا عادي دفع عند الاستلام، مفيش اي مشكلة. الصفحات دي سياسة الخصوصية والحاجات دي بتبقى نشطة دايما، بتبقى مفيدة برضو، اللي هي بتبقى حاجات موجودة هنا، سياسة الاستبدال وسياسة الشحن والكلام ده، حاجات بتبقى تحت، بتبقى حاجات مكتوبة جاهزة وانت تقدر تغير عليها. تمام، عادي جدا. تقدر بقى تختار اللي انت عايزه. ممكن تربط بتاجر، تربط بإنجزني، تربط بأي منصة، كل منصة مدي فيها منتجاتها، وكل منصة يعني أحسن من التانية. دلوقتي الموضوع اتطور جدا ما شاء الله، الأول كان الواحد بيعاني صراحة. بس كده أنا حاولت أشرح لك الموضوع كله. يا ريت المرة الجاية يبقى الناس، يبقى كل واحد فيهم عامل المتجر ده، بحيث إن احنا هنبتدي شغل سبونسر على طول. خلاص يا جماعة، الموضوع بسيط ما فيهوش أي حاجة. أنت بتعمل متجر، أنت بترهن 100 جنيه بس، وبعدين بتضيف منتجات من غير أي رأس مال. المرة الجاية بإذن الله خلاص أنت عندك صفحة على الفيسبوك، هتمول منتج من المنتجات اللي أنت جبتها هنا دي، وهنضيف البيكسل بتاعنا وهنظبط الدنيا كلها. لازم يبقى معاك فيزا بتنفع على النت علشان نعرف نعمل منها إعلانات. أعتقد كلكم عارفين الموضوع ده، ممكن تسألوا تقريبا كيو ان بي أو سي اي بي أو البنك الأهلي أيا كان يعني. وبإذن الله المرة الجاية نعمل أول إعلان لينا، وفي السيشن الرابعة اللي بعد اللي جاية نشوف عملنا اوردرات قد ايه وايه المشاكل اللي احنا وقفنا عندها. بس كده انا خلصت، ولو في اي حد عنده اي سؤال يا ريت. اتفضل يا استاذ محمد كمان. انا بقالي نص ساعه حرفيا عايز اسال على حاجه. اتفضل يا سلام، عينينا. لا ده انا عمال ادوس عشان بس حد ياخد باله. هو انت حاجه رافع بقى. ايدك عشان تسأل؟ اصل هو من شوية كانوا قايلين اللي فاهم يرفع ايده. لا ده من بدري ممكن خالص، تقول ده لا انا رفعت ايدي بعدها تاني. انا بصراحه تمام كنت عايز معاك. اسال على كذا حاجه بس قبل ما اسال انا ايوه اتفضل. كنت عايز اقول على بالنسبه للفيزا، كنت عايز افيد الناس بس في الفيزا بتاعت بنك كيو ام بي، عامل فيزا اللي هي ببساطه كانوا عاملينها ب 25000، ده حاليا دلوقتي ينزلوا الليميت ل 12000. بس هي سهله خالص، بيطلبوها عن طريق الابلكيشن بتاعهم بتاع البنك، وبتيجي في خلال 4 ايام او حاجه زي كده. طب حلو جدا. هو انا بقالي انا كتير في السعودية فانا مش عارف الموضوع ده. تقريبا اخر حاجة عرفتها ان هم كانوا عاملين ليميت هم مش او لاغيين نزلوا حاجه. الليميت، هم كانوا عاملين كانت نازله ب 25000 من غير ما تعمل اي ايداع ولا اي حاجه، انت بتطلبها وبتجيلك على فاهم، طول. بس الناس الليميت ده عشان ما يفتكروش ان انت بتدفع 25000. الليميت ده يا جماعه اللي هو ان انت تصرف 25000 في الشهر، صح كده؟ اه بالظبط كده، اه بالظبط اه. فانت لان انت في ناس مش بتطلبها عايزه الاول من تبقى غير اي ايداع بس او اي عندهم مصاريف. حساباتهم اكتر من كده بكتير. ليها ابلكيشن على البلاي ستور، اسمه ببساطه برضو. فبتكتب البيانات، طب بس اهم حاجه جميل. بقى لما بيجي المندوب يديها لك، بيقول لك لازم حاجه تثبت للبنك ان انت فعلا محتاج الفيزا. فانت محتاجها ليه؟ لو انت موظف هتحتاج مفردات مرتب او ريكومنديشن ليتر. لو انت شغال فريلانسر بتقول له، بيقول لك طب خلاص وريني الويب سايت بتاعك اللي انت شغال عليه، هاخد منه سكرين شوت عشان برضو ايه ابعتها للبنك بحيث انت تستلم طب البتاع حلو، يعني خلاص غصب عنكم لازم تعملوا الموقع. لازم تعملوا المتجر. اه بالظبط فعلا. حتى لو عندك مش شرط ويب جميل. سايت، لو عندك حتى صفحه على الفيسبوك مثلا او على التيك توك او اي حاجه، المهم طب حاجه يعني تثبت ان الموضوع انت. بقى اسهل اهو، الموضوع بقى اسهل. الناس الاول كانت بتعاني انها تطلع فيزا اصلا. اه وهو كمان بيجيب لك لحد البيت يعني.